السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الخامس الابتدائي، يا رب تكونون بخير. اليوم إن شاء الله حبايبي جايب لكم نموذج أسئلة الشهر الأول مادة اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي. حبايبي البداية طبعا هو الإنجليزي فد شي سهل، والأسئلة الشهرية أو الامتحانات السريعة هم فد شي سهل، يعني مو فد شي صعب وهاي، فراح تعودون عليها إن شاء الله بمرور الوقت. فأيضا قبل لا أبدأ المقطع اشتركوا بالقناة وفعلوا زر التنبيهات، انطونا لايك لمثلكم وشاركوا المقطع مع أصدقائكم. عندنا سؤال أول يقول لك read the following past and write yes for correct sentence and no for incorrect sentence. طبعا يقول لك اكتب أو صحح، ضع عبارة صح أمام العبارة الصحيحة وعبارة خطأ أمام العبارة الخاطئة. طبعا يقول لك هيلو، طبعا هاي قطعة خارجية مثل ما نعرف احنا. يقول لك هيلو my name is Dania أو my name is Dima from Iraq. My flag is red, white, green and black. مسقوف and culture are Iraq. Food we often read must. مسقوف on Friday. Curry is from India. Poetry El Curry in Iraq. Dalia is from Egypt. Poetry it's must. مسقوف too. طبعا يقول لك ديما from Iraq، طبعا هو يس احنا مثل ما نعرف حاط لك امامها عبارة يس. اثنين the Iraq flag is red, white and black. علم العراق يتكون من الأحمر هنا قال لك أزرق، احنا ما عندنا أزرق بعلمنا فنو. ثلاثة كليجة is Iraq food، طبعا يس هي الكليجة من الأكلات المشهورة بالعراق. عندنا أربعة كاري is from Italy، طبعا نو احنا قايلنا إنديا فوق. وخمسة داليا is from Egypt، طبعا هو صحيح قايلنا داليا من مصر. وquestion 2 أو السؤال الثاني يقول لك choose the right answer between brackets. better شو تصير بالفراغ؟ تصير is from England. اثنين is Enzo from Italy. yes he is، طبعا اللي هي راح تصير بالفراغ باللون الوردي. عندنا الثالثة كندا راح تصير isn't from Canada. تمام. أربعة what naturally are you am the، طبعا عندنا الوات هي بالبداية راح تصير بالفراغ. وخامسا عندنا I want راح تصير to study in the English language. وعندنا السؤال الثاني بي طبعا هو ترتيب منطق جدولين، يعني يقول لك الجدول الأول هو what's your name و where are you from و how are you و how old are you و is he Hiroshi from Italy. والثاني عندنا no he be isn't و I am 11 طبعا. وعندنا I'm from Iraq و I'm from fine و my name is فراس. طبعا هو بنعرف احنا بالبداية قلنا وات يوزر نيم، عندنا اخير واحدة هي اللي اي. طبعا مثل ما شايفين احنا عندنا الاولى تصير اي والثانية سي والثالثة دي والرابعة بي والاخيرة اي. تمام. وعندنا السؤال الثالث اللي هو read the sentence and write the correct words. طبعا عندنا السؤال الاول او اولا Iraq is country in south west Asia، طبعا جنوب شرق آسيا. وعندنا عفوا الجنوب غرب آسيا. واثنين the capital of لبنان is بيروت. طبعا عندنا العاصمة، يقول لك شنو العاصمة مال لبنان اللي هي طبعا بيروت احنا مثل ما نعرف. وثالثا عمان people speak، طبعا يتحدثون الناس في عمان العربي مثل ما قايلين احنا. وعندنا رابعا the London فراغ is big wheel، طبعا هي ساعة اللي هي ساعة بيج الكبيرة اللي موجودة بلندن اي راح يصير بالفراغ. وعندنا last of فراغ راح يصير بي people in the world speak English. والسؤال الرابع يقول لك write the missing letters، طبعا يقول لك اكمل الحروف الناقصة من الموجودة. طبعا عندنا هو معطيك اعلام اللي هو بالبداية تايلاندا اللي هو نقص عندنا حرف اي، والثاني تركيش اللي هو اليو والاي. وعندنا تشاينا عندنا النقص مالتها الاي طبعا او الجي عفوا. وعندنا الاسترالي عندنا نقص الاس والاي. وعندنا فرانش اللي هي النقص مالتها فقط حرف اي. وعندنا طبعا السؤال الخامس اي يقول لك read the following sentence. طبعا عندنا هاي we are مراد and علي، طبعا هذا الخط اللي تكتبه هاي we are مراد and علي، خط تكتبه وصحح اللي الاخطاء اللي بيه. طبعا هو مطيكها فوق وبالوردي اللي هي كتابة صحيحة طبعا. وعندنا السؤال الخامس بي قايل لك are they from Iraq او قايل لك they are from Iraq. يقول منطيك جملة ويقول لك
حولها الى حالة السؤال، يعني يقول لك مثلا انا من العراق، حولها الى حالة السؤال. وعندنا طبعا هي بالاحمر راح تصير are they from Iraq، هل انت من دولة العراق. طبعا هنا انا حبايبي انتهت الاسئلة. ان شاء الله اكون وفقت بنقلها لكم، ولو لغتي الانجليزية مو كلش تمام. فهذا كلش كان حبيت اقدمه مقطع اليوم. نلتقيكم ان شاء الله فيديوهات قادمة ونماذج قادمة. لا تنسوا تشتركون بالقناة، تفعلون زر التنبيهات، والى اللقاء.